بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة أحبابنا الكرام، يعني حبيت إن أنا أقول حشيء في أول السنة الجديدة. آه، وأتكلم عن حديث استوقفني جدا وخلاني أفكر كتير جدا، وقرأت جامد في شرح بعمق في شرح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو سطر لكن يتعلق به أشياء كتيرة جدا في حياتنا. سطر صغير خالص، سطر قصير، مفيش صغير، كلام النبي مش صغير، سطر قصير خالص. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وارد في رواية الترمذي وغيره من الأئمة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بس كده، بس كده، بس كده. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني ايه؟ هو النبي كان يقصد ايه؟ كلمة من حسن اي من اعلى منزلة واعلى درجة. احسن واحد فيكم يا مسلمين اللي هو يترك ما لا يعنيه، اي انه يحرص على ما ينفعه ويترك ما لا ينفعه وينشغل بحاله فقط، سواء كان هيتشغل بحاله في الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى فده شأنه، او ينشغل باصلاح حاله، او ينشغل باصلاح بيته، او ينشغل باصلاح، يعني كل ما يفيدك. يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله. بعض العلماء قالوا في هذا الصدد، قالوا ان ربع الدين او ربع الاسلام، ربع اسلام المرء، ربع اسلامك وعقيدتك في ربنا تركك ما لا يعنيك. وبعضهم قالوا ان الدين كله في ترك، ان الدين نصف الدين تركك ما لا يعنيك، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وبعضهم قال ان اسلام المرء كله كامن في هذا الحديث، ان هو يترك ما لا يعنيه ويحرص على ما ينفعه وينشغل بنفسه وبعيوبه عن عيوب الناس. انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تنشغل بحالك ومالكش دعوه بالناس، عشان تشوف حالك انت وتحاول تصلح من نفسك انت وتسيبك من الناس. سيبك من الناس، مالكش دعوه بالناس. خلي دايما الاخبار اللي تجيلك عن الناس او ما وصلوا اليه الناس خاص بيهم مش بيك انت. يطلع بقى حلال يطلع حرام، حضرتك مش رب العباد عشان تحاسب الناس ولا تعمل. احيانا بعض الناس يعني يتكلم عن فئه معينه من الناس، ولا يجرؤ ان يتكلم عن فئه اخرى منهم. ازاي ده؟ عشان الراجل ده راجل طيب ومش هيرد ومش هيتكلم ومش هيقول، فانا اقول واحد اتنين تلاته اربعه فيه. لكن لو كان حرامي وعنده نفوذ، حضرتك بتتودد اليه ولا تجرؤ انك تتكلم عليه كلمه، سواء بالتلقيح او بالمباشره. خد بالك، اذا انت قصت نفسك بالشكل ده، انا اكلم سيد زي ما اكلم الوزير الفلاني، انت صح. لكن اكلم سيد الغلبان، اتكلم عن سيد الغلبان، او اتكلم عن فلان الغلبان او الطيب، يعني مفيش حاجه اسمها غلبان يعني، او الطيب، او اللي مش عايز، اللي ما بيحبش يحتك بالناس، او اللي ما بيحبش يتكلم عن الناس. الموضوع ده مش مقصود به شيء معين، الموضوع كتر، وكل واحد فينا بيدور المواويل بطريقته وبشوقه.
لا انا بقول لك ارجع بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بس حط دي في دماغك بس. انما حضرتك تيجي تتكلم على فلان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفلان اللي هو فظيع و ايه هولاكو، ما تقدرش تفتح حنكك، بل بالعكس بتتودد اليه: يا باشا ويا بيه ويا عمهم يا خالهم ويا ابن مش عارف ايه ويا ابن الاصول. ما تبقاش راجل بجلج. جلج على فكره يا جماعه، في عرف الفلاحين الراجل بيقعد على الاوساخ بدون ما يشعر، ولما يقوم تلاقي ايه، تلاقي المؤخره بتاعته عليها ايه، عليها بقعه تراب قد كده او روث او اي حاجه، ان هو اي راجل مش حساس. يعني زي بقول لك ايه، ما تبقاش راجل بجلج وتعيب في الناس. ما تشوف نفسك، تنظف نفسك من ورا الاول كده 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 كده، وبعدين اتكلم على الناس. ليه ما نسيبش الناس في حالها؟ احنا ليه ما نسيبش الناس في حالها؟ يا عم انشغل فيما يعنيه، انشغل فيما يخصك. هو انت ليك عين والناس مالهاش عيون؟ بس بتفرق ان الراجل الاصيل، الراجل الصح، الراجل المظبوط، انه ما بيتكلمش وما بيعكش. لكن الراجل اللي هو ايه، حاطط نفسه ان هو في علية القوم وهو مش كده، حاطط نفسه ان هو في علية القوم وهو مش كده، ده شغل شيطان. يا حبيبي ارجع، يا حبيبي الناس كلها سواسية، الناس كلها بتحاول انها تعمل سواء مجد شخصي او مجد لله او لغير الله. مالكش فيه، لا انا ولا انت ليك فيه. حالي مالكش دعوه بيه، حالك انت انا ماليش دعوه بيه، ما يخصنيش. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الراجل الضلالي اللي هيضل عن ربنا مش هيضرك اذا انت مهتدي. خليك انت راجل مهتدي وراجل حلو. لكن كونك انك انت تفكر وتتفلحص ومش عارف، انت ليك عين والناس لها عيون. ومش معنى ان الناس ساكته معناها ساكته عليا وعليك معناها انها خايفين مني ومنك. لا، في ناس كده بتحب تحافظ على نفسها وبتحب تحافظ على كرامتها. ليه انت تتكلم عن ده وعن ده وعن ده وعن ده؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، صلى الله عليه وسلم. ايه هتعرف تصلح؟ صلح بالطرق الشرعيه، الطرق القانونيه، لكن ما تصلحش بالطرق اللي تحس بالبغضاء. ما تخليش حد يكرهك، لانه لو كرهك وانت خسرته سمعته هو مش هيبقى عليك. رقم واحد مش هيبقى عليك، وبكذب بصح هيقول عليك. وده اللي احنا مش عايزينه، احنا مش عايزينه. عرايلي بيقول ايه في الفلاحين، يعني لو حد بيسمعنا مش بره الفلاحين، في الفلاحين لو البلد كلها 60,000 فكلها عارفه بعضيها، كلها عارفه بعضيها وعارفه كل اللي بيدور فيها. عارف لو عيل صغير كده جاب لك في القرى: انت ابن مين يا ولا؟ انا ابن سيد محمود. ها، بس عرفت. جاب جدك وجد جدك وعم عمك وخال خالك. خليك في حالك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. يا رب الناس كلها تبقى وزراء، يا رب الناس كلها تبقى رؤساء وزاره، يا رب الناس كلها تبقى اغنياء، يا رب الناس كلها تبقى كويسه. هيعود عليا، هيعود عليا بايه؟ اقول لك انا مش محتاج. يا عم ما انتش محتاج، ماشي. ده ربنا اللي قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. كلنا محتاجين لبعضنا. فاللي ما تعوز وشه النهارده تعوز جفاه. انت ليك عندي مظلمه، ليك عندي غلط، في حاجه غلط عليا، تعال لي عدل. انت 1 2 3 4، انت ينفع كذا 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 كذا، انا منصحك لله، اتق الله. فين مشكلتك؟ مفيش مشكله، ما فيهاش مشكله انك انت تعظني لله. لكنك انت تتكلم في ظهري ومش عارف ايه. الله، طب ما اذا كنت انت عارفني فانا عارف، ما انا عارف، انا عارف. فمش حابه، مش
حابه ومش مستاهله يعني. الدنيا دي كلها ما تساويش عند اللي خلقها جناح بعوضه. جاي انت تتكلم عليها انت وهو وانت وهو وطالعين تراشقوا ببعض. لو انا غلطت فيك في طرق شرعيه، فيه كبير، فيه كذا، فيه حكومه، فيه دوله، في عرف، في قانون، في كل حاجه. لكن ما ينفعش تاخد حقك بايدك من خلال الترشقات والكلام الفاضي ده. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السلام عليكم.